السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لجميع الموالين، جميع متتبعي قناة بيردفاس. إن شاء الله موضوعنا اليوم هو موضوع كيف تتعامل مع حسون صيد جديد. يعني الحسون اللي كتاخدو من السوق وكتاخدو كيكون عاد مصيد أو جديد، كناخدو إن شاء الله بواحد الطوية بحال هكا، وكنعاولو نعزلوهم نديروهم في الصنيديق يعني في هاد البلاطو بهاد الطريقة هادي، وكنبداو نحطوهم في هذا البلاطو. لان الطائره المهاجره، خصوصا هذه دابا في هذا الوقت هذا المهاجره، سواء المهاجره سواء ديال البلاد، يعني جميع الطيور اللي كتكون في الطبيعه، فاش كتجيبها كتحاول تتعامل معها يعني بهذه الطريقه الصحيحه. ان شاء الله نشوف هذا الطوير هذا بعدا. هذا الطوير هذا شويه رجليه ماشي هذا، لا ماشي هذا، رجليه شي شويه يعني مكرفسه او نقولوا موسخه، نحاولوا نقيوها. لان في الطبيعه قلنا، في الطبيعه كتكون يعني النظام الغذائي اللي كاين في الطبيعه، كاين العشوب، كاين حبوب خضراء، كاين يعني فاش كان نجيبوه مثلا للدار، راه كيتبدل عليه الجو، كيتبدل عليه المناخ، كيتبدل عليه الرطوبه، كيتبدل عليه الاضاءه، كتبدل عليه النظام الغذائي. يعني باش نتفاداو ان شاء الله الطويرات ديالنا من المرض، ويكونوا بصحه جيده، ولما لا الانتاج منها ان شاء الله. بهذه الطريقه هذه نحاولوا نتعاملوا معهم. يعني نديرهم في بلاطو كما كتشوفوا الاخوان، بلاطو بحال هكا، ونحطوا الطويرات ديالنا ونخليهم ان شاء الله. راك تتبعوا معنا مزيان، الله يجازيكم بخير. كنحاولوا يعني نطهروا لهم الجهاز الهضمي ديالهم بنوع بحد العشبه طبيعيه ان شاء الله نديروها لهم في الماء. وكذلك غنحاولوا نطهروا لهم يعني الجهاز الهضمي ديالهم بواحد النوع ديال الحبوب اللي مهمه بزاف بالنسبه للمقنين الصيد الجديد. ان شاء الله الاخوان، انتم هذه زريعه الشوك اللي كتسمى بوزغيبه. زريعه الشوك مهمه بزاف بالنسبه للطيور الخلويه، يعني الجديده الصيد. لان فاش كندخلوها ان شاء الله كندخلوها من الطبيعه، راه كيتغير عليها المناخ، كيتغير عليها الجو، كيتغير عليها يعني النظام الغذائي، كيتغير النظام الضوئي. مثلا كتكون الجو يعني الضوء ديال الشمس، يعني فاش كتدخلها راه ما كيبقاش عندها ربما الشمس، بزاف ديال المسائل كتغير عليها، الرطوبه كتغير عليها. كان هذه مهمه بزاف بزاف بالنسبه للطويرات. هاد زريعه الشوك بوزغيبه. وكذلك هاد النوع هذا اللي كتشوفوا هذا الشوك هذا عاوتاني كذلك زريعه الشوك اللي كتسمى شاردوماري. هذه مهمه، هذه فيها واحد الماده ديال الكولين مهمه بالنسبه كذلك لمرض الكبد. هي هذه كندوزوها شويه في المولينكس ونقدموها لهم بهذه الطريقه هذه، كنحطوها لهم تما. وكذلك كنجيبوا واحد النوع ديال الحبوب، يعني فيها مخلطه، في تخليطه يعني فيها واحد الكميه بسيطه ديال الزوان اللي كتسمى البراقه. هي هذه كتشوفوها، فيها زريعه الكتان، فيها شويه قليل من زريعه النيجر، فيها الشيا، فيها البيريلا. يعني حبوب كتكون مخلطه. وكنحاولوا ندير واحد الكميه تقريبا واحد 100 غرام تقريبا في الكيلو ولا ديال الزوان. يعني كتكون هكا هذه باش ان شاء الله كيبداو ياكلوا الزوان ضربه ضربه، يعني والنظام الغذائي ديالهم كيتغير يعني وما كيخافوش. وكنجيبوا هاد العشبه هذه سميتها الشيح. هذه مهمه، هذه كنغليوها شويه في الماء وكنحاولوا نحطوها لهم في الشرابات، يعني نحطوها لهم في الماء. هذه كيشربوها في الماء باش يعني كنديروا تطهير للجهاز الهضمي ديالهم. هيا كندخلوها نديروا لهم تما في هذيك الشرابه بهذاك النوع هكا. يعني راه غلينا شويه ديال الشيح وضفنا له الماء او كنحطوه لهم. يعني كنقولوا مطهر معوي طبيعي، هذا مطهر معوي طبيعي هو الشيح. هكا كيكون الطويرات ديالنا الحمد لله
يعني خرجوا لبر الامان. وكما تنساوش الاخوان، الحاجه المهمه هي النظافه. كنكونوا داك البلاطو قاسمينه، دايرين لواحد البليصه بحال هكا الطريقه، كنحاولوا نحلوا لهم وندخلوهم بهذه الطريقه هذه. يعني النظافه مهمه، والنظافه يوميا من الاحسن في الصباح وفي المساء. والماء ما يبقى، داك الماء اللي كيشط لهم تم يوميا يتبدل الماء في الصباح وفي العشيه. بهذه الطريقه هذا كندخلوهم. فاش كنعطيوهم داك الشيح راه كنوليو بحال اللي كنعسوهم، يعني يوليو يثبتوا. الطير ما كيبقاش مخلوع. كاين بزاف ديال المسائل اللي كتغير في الطير ديالنا الحمد لله. هاتو كندخلوهم بهذه الطريقه، اما عزلناهم وكنيطويو، نقيو النظافه، البلاطو كامل يتنقى ونوليو نطلقوهم. هنا كنعزلوهم غير الوقت اللي غنيطوي لهم فيه الشيء يعني باش ما ياكلوش الفضلات ديالهم عزكم الله، وما يطيحوناش. يعني حنا كنعالجوهم والحمد لله، يعني باش نخرجوهم لبر الامان ان شاء الله وننجيو منهم. ما نطيحوش في ذاك المشكل ديال امراض كثيره ديال الحسون، ها الكوكسيديا، السلمونيه، يعني الامراض الجهاز الهضمي كامله، وكذلك الجهاز التنفسي. اما بهذه الطريقه هذه صافي كنوليو ندخلوهم نرجعوهم للبلاطو ديالنا لهنا. ايوا هما تما يوميا تكون النظافه الحمد لله. النظافه هي مهمه. انتم كتشوفوا طويرات جدادين، طويرات يعني يلاه جايين من السوق، كنتعاملوا معاهم الحمد لله، يعني بدون مشاكل الحمد لله. كلهم كيعيشوا الحمد لله. وخصوصا دابا راه كتشوفوا التطويرات اللي نحسوا المهاجره صعيب باش انسان كيعيشها. يعني اغلب الطيور كيموتوا. هادشي كتشوفوا كيجيو من السوق يعني عيانين ما واكلينش. انتم كتشوفوا مزالين، هادو مزالين جداد، والحمد لله غيبداو ياكلوا. نديروا لكم ان شاء الله فيديوهات قدامين، يعني من هنا للقدام ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وديروا لنا لايك ان شاء الله طبعا الى عجبكم. وكذلك تشتركوا في قناه بيرد فاس، دي قناتكم الحمد لله. مازال ان شاء الله معنا. وما تنساوش البارطاج الفيديو، وما تنساوش كذلك تفعيل زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله جديد ديالنا في مجال تربيه الطيور. انتم كتشوفوا مسكينه الانثى هي جايه باغيه تشرب، يلا كتحرك لانها كيجيو عيانين بزاف. يعني كتكون فيهم صدمات ديال الصيد، صدمات ديال الخلعه. يعني فاش يولفوا عام ان شاء الله نعالجوهم ونديروا لهم يعني دواء الفاش اللي كان فيهم فاش، عاد ندخلوهم الاقفاص ان شاء الله. وان شاء الله نديروا معكم فيديوهات ان شاء الله قادمه ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى ان شاء الله تشرفونا بالاشتراك والبارطاج ان شاء الله الفيديو، باش الحمد لله كل شيء يتعامل مع الطير وخصوصا الحسون يتعامل معاه بهذه الطريقه هذه، حتى على الاقل واحد الاسبوع او 10 ايام يبقاو بهذه الطريقه هذه. عاد ان شاء الله يترجعوا ان شاء الله الاقفاص. شكرا لكم خوتي على الدعم المتواصل، وشكرا على التشجيعات ديالكم. واللي عنده شي اضافه يخليها لنا في تعليق، واللي عنده شي نقد يخلي لنا في تعليق. لا يجزيكم بخير.